يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. قوم اسمهم بنو المصطلق، ورئيسهم الحارث ابن أبي ضرار، تجمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتجمعت قبائل حولهم كلهم يريدون قتال الرسول. بلغ النبي هذا الأمر وعرف الخبر، وجاءه من يخبره بتجمع بني المصطلق وبعض القبائل لقتاله، فأرسل بريدة الأسلمي يتأكد من الخبر، فجاءه وأخبر النبي بأن الأمر صحيح، والجيش قد استعد لقتال الرسول وأصحابه. فعبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشه واستعد لمواجهتهم والخروج إليهم. خرج في هذه المعركة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ومعه رفاقه من المنافقين قد اندسوا بين الصفوف. فتوجه النبي لبني المصطلق يواجههم كما يريدون. لما سمع بعض الأوباش هربوا وتركوا بني المصطلق يواجهون رسول الله. وصل النبي بجيشه إلى ماء اسمه المريسيع، فعسكر هناك ينتظر هذا الجيش الذي يريد قتاله. فما إن وصل الجيش إلى تلك المنطقة التي تسمى المريسيع إلا وتناوش الطرفان وتراموا بالنبال. أما المسلمون فلم يقتل منهم أحد إلا رجل من الأنصار قتل خطأ، قتله مسلم خطأ. أما بنو المصطلق فقد فروا يهربون من جيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قتل منهم من قتل، أسر منهم من أسر، فر منهم من فر، وغنموا المسلمون غنموا مغانم كثيرة منهم. وكان ضمن السبي بنت رئيس بني المصطلق، بنت الحارث، اسمها جويرية بنت الحارث من بني المصطلق. أسرت فصارت لثابت بن قيس من نصيبه، فكاتبها، أراد أن يعتقها، فأدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها واعتقها. فلما اعتقها رسول الله تزوجها، تزوج النبي جويرية بنت الحارث فصارت أما للمؤمنين. بعد أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق كل المسلمين من كان عنده امرأة من السبي من بني المصطلق. وقال المسلمون أصهار رسول الله كيف نبقيهم عندنا؟ فأعتق المسلمون، فصار زواج النبي لجويرية خيرا وبركة على من أسر من السبايا من بني المصطلق.
المنافقون في هذه الغزوة كان لهم دور خطير، لكن قبل أن نعرف دورهم في هذه الغزوة لنعرف من هو عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الرجل كان يتجهز ليجعل منه رئيسا لقومه في المدينة، وذلك قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن الخرز الذي كان سيوضع عليه قد جهز. ولكن فجأة يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقود الناس في تلك المدينة، فأضمر الشر والحقد والكره لرسول الله وأصحابه. ومع هذا كان يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، إلى درجة أنه كان يأتي في صلاة الجمعة أحيانا فيتكلم قبل أن يأتي النبي، ويقول للناس وهم مجتمعون، يقول لهم: أيها الناس، هذا رسول الله بينكم، أعزكم الله به، فانصروه وعزروه ووقروه. كل جمعة يتكلم بهذا الكلام، أما في قلبه فهو الحقد والكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظهر هذا الكره في بدايات الدعوة في المدينة، فكان يأتي للنبي إذا جلس بين الناس يعلمهم دين الله جل وعلا، كان يقول: لا تؤذنا يا محمد بغبار حمارك، وإذا أردت أن تتكلم مع أحد فاجلس في بيتك، من أحب يأتيك، أما أن تخشانا في مجالسنا وتؤذينا. فكان ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى عن الدعوة إلى الله بالحسنى، بل كان يؤلب اليهود على رسول الله. ونذكر ماذا فعل في أحد، وماذا صنع هو وأصحابه في الخندق. وهكذا كان هذا المنافق ورأس النفاق عبد الله بن أبي يثير الفتن والشكوك على رسول الله. ماذا صنع في هذه الغزوة؟ خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المريسيع اختلف مهاجري وأنصاري، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، وكادت أن تحصل بين الفريقين مقتلة. فإذا بعبد الله بن أبي رأس النفاق يستغل الفرصة، قال: انظروا ماذا صنعوا، نافرونا في بلادنا وكاثرونا حتى غلبونا في بلادنا، والله ما مثلهم إلا كما قال أحدهم: سم كلبك يأكلك. يصف من؟ يصف المهاجرين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله. ثم أقسم، قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد من؟ نفسه، منها الأذل، يقصد من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال لأصحابه من حوله، قال: أعطيتموهم أموالكم، ولو حبستم أموالكم عنهم لخرجوا من دياركم. يعني احبسوا الأموال ولا تنفقوا عليهم، يرجعون إلى بلادهم. من سمع هذا الكلام القبيح؟ غلام صغير اسمه زيد بن أرقم، فتضايق من كلام عبد الله بن أبي، فأسرع إلى عمه وأخبره بالذي سمع تماما. فذهب عمه إلى رسول الله، وعند رسول الله عمر بن الخطاب، فأخبر عم زيد الرسول بهذا الكلام. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، اتركوه. فجاء سيد بن حضير يسأل الرسول عن سبب انصرافه من المريسيع في ساعة غير معتادة، فقال رسول الله: أسمعت ما قال صاحبكم؟ قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: يقول كذا وكذا، ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: بل أنت العزيز يا رسول الله، وهو الذليل، وإن شئت أخرجته من بلده. فتركه النبي ثم ارتحل. أما عبد الله بن أبي لما سمع أن النبي علم بمقالته أسرع إلى رسول الله، خبث، مكر، حقد. وصل إلى النبي قال: بلغني أنك قيل عني كذا وكذا. قال: نعم. قال: والله ما قلتها، أنا أقول هذا، والله لا أقولها أبدا. فجاء زيد يقول لعمه: والله قالها. أما عبد الله بن أبي فأنكر مقولته كلها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل الرب عز وجل عليه سورة المنافقون،
إذا جاءك المنافقون. وفيها قول الله عز وجل: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم وقال: إن الله صدقك يا زيد، إن الله صدقك. ففرح الغلام فرحا شديدا. أما ابن عبد الله بن أبي فكان رجلا صالحا واسمه أيضا عبد الله، وقف عند باب المدينة قال: والله لا تدخل، يقول لأبيه، حتى يأذن لك رسول الله، هو أحب إلي منك. فأذن النبي أن يرجع عبد الله بن أبي وأصحابه مرة أخرى. في هذه الغزوة حصل أمر خطير، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا كان يقرع بين زوجاته أمهات المؤمنين، أيتهن وقعت عليها القرعة خرج معها. في تلك الغزوة كان نصيب عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، ركبت الهودج وخرجت على البعير في القافلة تسير. وفي عودتهم من تلك الغزوة نزلت القافلة منزلا للاستراحة، وكان الناس متعبون مجهدون. نزلت عائشة رضي الله عنها من الهودج من هودجها وذهبت، وكانت صغيرة في السن ضعيفة في الجسم، خرجت لتقضي حاجة لها. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تقضي حاجتها أبعدت حتى لا يراها أحد. فلما ذهبت لتقضي حاجتها كانت تلبس عقدا أعارتها أختها، عقد تلبسه، وفي قضاء حاجتها أثناء قضاء حاجتها أضاعت العقدة. فلما أضاعت العقدة رجعت مرة أخرى بعيدا عن القافلة تبحث عن هذا العقد، تبحث عنه، والناس لا يدرون أن عائشة قد خرجت وأبعدت الطريق. فحملوا الهودج ولم يدروا أن عائشة ليست فيه، فوضعوا الهودج على البعير وسارت القافلة، ولم يدري أحد أن عائشة ليست في القافلة، لأن عائشة كانت ضعيفة خفيفة الجسم، لا يحس أحد إذا حمل الهودج أنها فيه أو ليست فيه. سارت القافلة وأبعدت، وجدت عائشة العقدة فرجعت إلى مكان القافلة. يا الله، لم تجد أحدا من الناس. أين القافلة؟ أين زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين الناس؟ أين المجاهدون؟ أين الصحابة؟ كلهم قد ذهبوا، لم يبق منهم أحد. سارت القافلة، أبعدت الطريق. عائشة خافت أن تتحرك من مكانها، ولذكائها وفطنتها جلست في نفس المكان، وكانت صغيرة بالسن، فنامت رضي الله عنها من شدة التعب. بعد قليل مر صفوان ابن المعطل رضي الله عنه، وكان يتأخر عن القافلة، تأخر لعذر ما، فأبعدت القافلة عنه، فإذا به يمشي في طريق القافلة فيجد أم المؤمنين نائمة في الطريق. لا إله إلا الله. أول ما رآها علم أنها زوجة نبيه، عرض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم،
كيف نسيتها القافلة؟ كيف تركتها القافلة؟ لأمر أراده الرب عز وجل. ما ناداها، ما كلمها، بل فقط استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمعت عائشة الصوت فزعت وقامت من نومها، ولم يكلمها كلمة واحدة، فقط أناخ البعير، وركبت عائشة رضي الله عنها على البعير، وإذا به يقود البعير ويسير في حفظ الله وكلاء الله عز وجل، والله عز وجل يرعاهما. يمشي صفوان بن المعطل، ذلك الرجل الأمين الصحابي الجليل، وعلى الناقة عائشة أم المؤمنين الطاهرة الصديقة زوج النبي التي أحبها حبا جما. سارت الناقة بقيادة صفوان وأسرع في المشي حتى وصل إلى القافلة، حتى وصل إلى جيش المسلمين، ولم يكونوا قد افتقدوا عائشة رضي الله عنها. فلما رآها الناس من بعيد: لا إله إلا الله، من هذه؟ عائشة. كيف تخلفت؟ لا أحد يدري. ذهبوا إلى الهودج، إي والله ليست بالهودج، رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلبه يتفطر على زوجته. استغل الفرصة هنا من؟ استغل الفرصة عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس النفاق وحربة النفاق. استغل هذه الفرصة، أراد أن يطعن بالنبي وبعرضه، فقال كلمته الخبيثة: والله ما سلم منها ولا سلمت منه. فسمع هذه الكلمة من؟ الخبثاء من المنافقين المندسين. استغلوا الفرصة أن يطعنوا برسول الله وبعرضه، فنشروا بين الناس: والله ما سلمت منه ولا سلم منها. اتهموا عائشة وذلك الصحابي بكبيرة هي من أعظم الكبائر: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عائشة ما تدري ما الخبر، ذهبت إلى هودجها، ركبت، وعادت القافلة راجعة إلى المدينة. رجع المسلمون إلى المدينة، والمنافقون لا زالوا يتكلمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه فرصة يستغلون فيها أي حدث فيكذبون وينشرون الإشاعة بين صفوف المسلمين، والرب عز وجل يقول فيهم وفي أمثالهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أن تنتشر أي إشاعة ولو كانت فاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه الخبر، لكن الوحي لم ينزل عليه. الوحي لم يبرئ عائشة رضي الله عنها أياما وأياما، والكلام يزداد شيئا فشيئا. إن أصعب ما على المرء أن يتكلم الناس في عرضه وهو مظلوم. أما عائشة فإنها لم تعلم بالخبر. لما رجعت من تلك الغزوة جلست في بيتها فأصابها المرض، فلم تستطع حتى الخروج والاختلاط بالناس، لحكمة أرادها الرب عز وجل: أن يسقط من يسقط وأن ينجح من ينجح. حتى بعض الصحابة ممن
أغراه الكلام أخذ يتناقله، كمصطح ابن أثاثة وكحسان بن ثابت وكحمنة بنت جحش. هؤلاء الناس تكلموا كما تكلم المنافقون. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عائشة لا تدري ما الذي حدث، ما الذي جرى. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه أقرباءه أقرب الناس إليه: ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ أي هم نزل برسول الله، أي مصيبة حلت به، والوحي تأخر لحكمة أرادها الرب عز وجل. سأل عليا: ماذا أصنع؟ قال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، أي لا تجعل لنفسك ضيقا وحرجا إن أردت أن تتزوج. ثم قال علي يشير على رسول الله: قال: اسأل جاريتها بريرة فإنها تصدقك. فنادى بريرة فسألها: هل تعلم من عائشة من أمرها شيئا؟ قالت: والله يا رسول الله لا أعلم منها إلا خيرا، إلا أنها كانت تعجن العجين فتغلبها عيناها. قمة البراءة والطهارة. يعني هذا النقص الوحيد في عائشة، أنها أحيانا وهي تعجن يصيبها النعاس فتنام ويأتي الدجاج فيأكل الطعام. هذه هي قمة براءة من؟ عائشة الصديقة رضي الله عنها. سأل أسامة قال: أمسكها يا رسول الله، فوالله ما علمنا عليها إلا خيرا، ولا عليك من فلان وفلان. قام النبي في المسجد وجمع الناس، قال: أيها الناس، من يعذرني في رجل عبد الله بن أبي يتكلم بكل وقاحة وبكل جرأة. الرسول يقول: من يعذرني في رجل والله ما علمت منه إلا خيرا، يعني ما عملته إلا بالخير، والآن يتكلم في أهلي. قام أسيد ابن حضير قال: يا رسول الله، إن كان منا فمرنا نصنع ما شئت، وإن كان من غيرنا نضرب عنقه، لأنه ليس من قوم أسيد بن حضير. فقام سعد بن عبادة أخذته الحمية فقال: يا أسيد، كذبت، والله لا تضرب عنقه، لأن عبد الله بن أبي من قبيلة سعد بن عبادة. فقام أسيد بن حضير قال: يا سعد، لقد نافقت، أنت منافق تجادل عن المنافقين. قال سعد: بل أنت المنافق. وثارت مقتلة، كادت أن تثور مقتلة في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، حتى هدأهم وأسكتهم. الأمر خطير، إنها زوجة رسول الله، إنها أم المؤمنين. اغتم الناس جميعا والوحي تأخر، حتى نقهت عائشة من المرض فخرجت من بيتها مع أم مصطح ابن أثاثة، فهي قريبة لها. خرجت معها إلى البراز، إلى مكان بعيد لقضاء حاجة، فتعثرت من؟ أم مصطح، سقطت. فقالت لما سقطت قالت: تعس مصطح. فسمعتها عائشة قالت: لا تدعي عليه يا أم مصطح، فقد شهد كذا وكذا، أي من الغزوات. فقالت أم مصطح: إنك لا تدرين ما يقول مصطح. قالت: وما يقول؟ عائشة ما تدري الآن، شهر كامل كل المدينة يتكلمون عنها، أما عائشة فهي لا تدري. فقالت عائشة لأم مصطح، قالت: وما يقول الناس؟ قالت: يقول مصطح كذا وكذا. ذهلت عائشة: ماذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لي؟ كل الناس يتكلمون فيه وأنا آخر من أعلم. فرجعت وهي باكية إلى بيتها. فلما دخل النبي، عائشة تقول: لم أكن أرى اللطف في رسول الله الذي كنت أراه قديما. كأنها كانت شاكة رضي الله عنها. تقول: فلما جاءني رسول الله استأذنته أن أذهب إلى بيت أبي فأذن لي، فذهبت عائشة رضي الله عنها وجلست في بيت أبيها، وظلت ليلتين لا تنام ولا يرقأ لها دمع، تبكي ليلتين عما سمعته من كلام الناس. الطاهرة الصديقة العفيفة يتكلم عنها الناس ولا أحد يستطيع أن يدفع عنها. بعد يومين، بعد ليلتين، أتاها رسول الله في بيت أبيها وجلس عندها يكلمها صلى الله عليه وآله وسلم
في هذا الأمر. ولأول مرة الرسول يصارح عائشة بما انتشر من إشاعة في المدينة كلها. عائشة جالسة تبكي رضي الله عنها، عندها أبوها أبو بكر الصديق وأمها لا يعرفان ماذا يقولان. تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا عائشة، بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن الله يغفر الذنب، وإن لم تكوني ألممت بذنب فإن الله سيبرئك. أي أن النبي أعطاها الاحتمالين هذا وهذا. فإذا بعائشة من صدمتها بهذا الكلام قالوا صدمعها توقف، ثم نظرت إلى أبيها فقالت: يا أبي، أجب رسول الله. فقالت: بما أجيبه يا بني؟ ماذا أقول يا بني؟ ثم نظرت إلى أمها فقالت: يا أم، أجيبي رسول الله. فقالت: وبما أجيبه يا بنيتي؟ ماذا أقول؟ ثم نظرت إليهم وقالت عائشة: والله لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم اضطجعت عائشة رضي الله عنها من شدة همها وغمها وحزنها. الحزن خيم على البيت كله، بل على المدينة كلها. فجأة أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يأخذه عند نزول الوحي. أبو بكر ينتظر، أم عائشة تنتظر. عائشة خائفة، الكل خائف الآن، لكن عائشة واثقة من نفسها. فجأة سري عن النبي فإذا به يبتسم ويقول: أبشري يا عائشة، أبشري، فإن الله قد برأك من فوق 7 سماوات. فإذا بالآيات تنزل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والآيات تنزل والنبي يتلوها على الناس بعد شهر كامل من فتنة الناس واختبارهم. بدأت الفرحة الآن تعم المدينة كلها. ظهر المنافق من المؤمن، تبين الصادق من الكاذب، تبين أهل الإيمان من أهل النفاق. والذي تولى كبره أي عبد الله بن أبي بن سلول الذي تزعم هذه المؤامرة وهذا الإفك له عذاب أليم. يقول الرب للمؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أم عائشة تقول لعائشة بعد أن نزلت تبرئتها، تقول: يا عائشة، قومي فاحمدي رسول الله. من شدة فرح عائشة قالت: والله لا أحمد إلا الله. تقول: كنت أعلم أن الله سيبرئني، لكنني ما كنت أظن أنني سينزل في قرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة. نعم، إنها الصديقة بنت الصديق، كيف لا ينزل الله عز وجل فيها قرآنا وقد قال المنافقون ما قالوا. أبو أيوب الأنصاري كان من الناس الذين نجحوا في هذه الفتنة. زوجته كانت تقول له أثناء الفتنة: يا أبا أيوب، ألا ترى ما يقوله الناس في عائشة؟ فقال لها: أكنت تتوقعين هذا الأمر فيك أنت في نفسك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة خير منك، فعائشة خير منك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا
قالوا هذا إفك مبين. حتى بعض المؤمنين الذين وقعوا في هذه الفتنة كمصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت، هؤلاء الثلاثة أنزل الله فيهم قرآنا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أي الرب عز وجل يقول: كل من تكلم بعائشة وبأي محصنة فإن له وعليه 80 جلدة. وفعلا جلد حسان ومصطح وحمنة. أما المنافقون فلأن الحدود تطهر الناس لم يقم عليهم أي حد، فهم لن يتطهروا أبدا. هكذا عمت الفرحة بالمدينة بعد أن عاشت شهرا كاملا أزمة، وأي أزمة، يطعن برسول الله، فالطعن في إحدى زوجاته طعن فيه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الله: لولا إذ سمعتموه قال أي الناس أي أهل الإيمان سبحانك هذا بهتان عظيم. أبو بكر الصديق كان ينفق على مصطح، وبعد أن قال في ابنته ما قال قطع النفقة عنه، فأنزل الرب عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ابنته تكلم بعرضها بغير ذنب ثم يبرئها الرب، وكان أبو بكر ينفق صدقة عليه. ألا يحق لأبي بكر أن يقطع النفقة؟ نعم، لكن العفو مرتبة عالية. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة كلها لمصطح. هكذا ابتلى الله عز وجل أهل الإيمان، وتبين الصادق من الكاذب، وبرأ الله الطاهرة الزكية عائشة بنت أبي بكر. وهكذا يحفظ الرب عز وجل نبيه من كل سوء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ذاك الذي